بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو النهارده طلع من حاجة وسط حاجة. يعني كنت بتكلم مع واحد صديقي سعودي. المهم صديقي السعودي كان بيتكلم برضو، كنا بنتكلم يعني على الحكاية بتاعت ان الدوري السعودي اقوى، ومش عارف الدوري المصري مش زي الدوري السعودي والكلام ده. مش عايز ادخلكم في تفاصيل كتير، بس انا هدخلكم في حتة واحدة صغيرة خالص. هي يعني لو عايز يعني لو اتكلمت فيها ولو اتكلمت في الباقي هوضح له برضو كل حاجة. بس ممكن نتكلم في نقطة نقطة. النقطة اللي انا عايز اتكلم فيها ان هو امبارح وهو بيكلمني برضو بيقول لي في النص كده بيقول لي نادي الهلال اجمد من نادي الاهلي. فانا الصراحة سكت. مش سكت عشان انا مش عارف ارد، سكت عشان اتعجبت من الكلمة اللي هو بيقولها. واللي انا هقوله لكم مش تقليلا من اي حد، ولا تقليلا من السعودية، ولا تقليلا من نادي الهلال، ولا تقليلا من اي حاجة. بص يا سيدي، تعال نقارن كده مقارنة سريعة جدا ما بين النادي الاهلي ونادي الهلال. وهنبدأ بنادي الهلال. نادي الهلال تاريخه كله هيجيب حاجة و60 لقب، واقدر اقولهم لك دلوقتي، واللي هم كالآتي: نادي الهلال اخد الدوري السعودي للمحترفين 18 مرة، وكاس ولي العهد 13 مرة، وكاس خادم الحرمين الشريفين 10 مرات، وكاس الامير فيصل 6 مرات، وكاس السوبر السعودي 3 مرات، وكاس المؤسس مرة هنعتبرها هندخلها. دوري أبطال آسيا 4 مرات، كأس الكؤوس الآسيوية مرتين، كأس السوبر الآسيوي مرتين، كأس الخليج للأندية مرتين، دوري أبطال العرب مرتين، كأس الكؤوس العربية مرة، كأس السوبر العربي مرة، وكأس السوبر المصري السعودي مرتين. لو قعدنا حسبناهم هنلاقيهم مثلا 67 69، عدوهم انتوا. هي دي عدد ألقاب نادي الهلال السعودي كلها. نيجي بقى للنادي الأهلي. بص يا معلم سريعا كده، النادي الأهلي واخد بطولات، يعني عد انت. تمام. البطولات بتاعت النادي الأهلي واخد مثلا الدوري المصري 43 مرة، واخد كاس مصر 38 مرة، واخد كاس السوبر المصري 13 مرة. بلاش بقى نحسب بقى كاس السلطان حسين، ولا كاس الجمهورية العربية المتحدة، ولا كاس الاتحاد المصري التنشيطي. ندخل على افريقيا. يلا 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 ندخل على افريقيا. دوري ابطال افريقيا 11 مرة، كاس الكونفدرالية مرة، كاس السوبر الافريقي 8 مرات، كاس افريقيا للاندية ابطال الكؤوس 4 مرات، الافرو اسيوية مرة، كاس العرب مرة، البطولة العربية للاندية الفائزة بالكؤوس مرة، كاس السوبر العربي مرتين. عشان كده هنا هقولك ان الاهلي هو اكتر واحد وسط العرب، وسط افريقيا، وسط الشرق الاوسط، ومن اكتر الناس وسط العالم حصولا على البطولات. انت داخل تقولي ان انت عايز تقارن نادي الهلال السعودي مع كامل الاحترام ليه بالاهلي؟ لا، اقول لك على حاجة: الاهلي ما يتقارنش بحد. ما تجيش في مقارنة مع الاهلي. ليه بقى؟ عشان انا هقول لك على اللي هقوله لك دلوقتي، لان انا هقارنك مقارنة مباشرة
في ماتشات مباشرة ما بيني وما بينك. انت تعرف ان نادي الهلال، هو نادي الهلال قابل الاهلي 5 مرات، كسب مرة والاهلي كسب 3 مرات وتعادلوا مرة، واخر مرة ملعبك فيها في كاس العالم للأندية دايس على وشك 4-0. اللي انت كنت جاي متشملل وبتقول احنا هنكسب وهنكسب سكور، طلعت شايل 4-0. بلغتنا شلت قبح. ما تقارنش نفسك بالاهلي تاني يا هلالي يا راجل يا محترم. وكل الاحترام لكل مشجعين نادي الهلال، وكل الاحترام لكل شعب السعودية. وانا مش قصدي حاجة بالفيديو، بس هو الراجل اللي من عندكم هو اللي سخني ان انا اعمل مقارنة، فرحت جاي اعمل له مقارنة. ومعلش المقارنة مع الاهلي مش هتبقى لصالحكم. يلا شكرا ليكم يا جماعة، يلا سلام.